السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد، وقبل ما ندخل الفيديو نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نداء دعوة حلوة لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مبينا مباركا من عنده، اللهم آمين يا رب العالمين. ما ننساش كمان ندعي لإخواتنا في السودان وفي الصومال وفي لبنان، يعني ندعي لربنا يعز المسلمين وينصر الإسلام في كل مكان، اللهم آمين. النهاردة يا حبايبي معانا طريقة عمل القرص الفلاحي، اللي هي مش اللي هي الطريقة اللي هي دايبة، اللي هي بين الكحك وبين القرص. معانا 3 كيلو دقيق، ومعانا 3/4 كيلو سمنة، ومعانا خميرة فانيليا، محلب سمسم، عجوة. طيب 3 كيلو دقيق هياخدوا كيلو عجوة، وهياخدوا باكت خميرة وباكت فانيليا ومعلقة ملح صغيرة كده. طبعا ده المحلب اللي في العجانة على الدقيق، اسمه محلب بيجي من عند العطار، وبنطحنه في المطحنة بتاعة الخلاط، بنحمصه كده على البوتاجاز زي ما بنحمص البهارات. بنسخن كده مقلاية او طاسة، ونقوم محمصينه في المقلاية، وبعدين نستنى يبرد شوية، نقوم طحنينه زي البهارات بالظبط. طريقة تحميصه زي طريقة تحميص البهارات. فايدته بيخلي القرصة تبقى معاكي هشة كده وخفيفة، وتبقى تدوب في البق، مش تعجن او تحسيها ان هي تقيلة كده. حطينا السمنة بسينا القرص الأول في السمنة، طبعا أنا مختصرة كتير في الفيديو. بعد كده حطينا اللبن ده فيه نص معلقة ملح كده، ولو انت حابة تحطي معلقة سكر على الدقيق مفيش مشكلة، بس احنا بنحطنا السكر، يعني احنا بنحبها بالملح أكتر. أو حابة ان انت تنشطي الخميرة، ما انتش ضامنة الخميرة بتاعتك بمعلقة سكر، بتدوبي معلقة السكر في معلقة اللبن وتحطي فيها باكت الخميرة. لو ما انتش ضامنة الخميرة تنشطيها. بسيناه الأول بالسمنة، وبعد كده حطينا عليه اللبن بتاعنا بالتدريج حسب ما العجينة بتاعتنا تحتاج، أو ما الدقيق بتاعنا. في دقيق بياخد لبن عن دقيق، فاحنا بنحط اللبن بالتدريج شوية شوية لغاية ما العجينة تشبع معانا وتشبع كده من اللبن. خلاص. بعد كده خلاص، اما العجينة تلم بقى في العجانة، بنقوم شايلينها ونعجنها شوية كده على ايدينا وخلاص. يلا كده يا حبايبي نفتكر المكونات مع بعض. 3 كيلو من الدقيق، عليهم كيلو من العجوة. العجوة بتتعجن بمعلقة من السمنة وبقرب سمسم. حابة تحطي منكهات قرفة أو فانيليا اللي تحبيه تحطيه، كل واحد وذوقه. معانا نص معلقة ملح، معانا سمسم، معانا محلب، وقلنا المحلب بنطحنه زي طريقة البهارات بالظبط. معانا 3/4 كيلو من السمنة، معانا نص كوباية من الزبدة، ومعانا باكت فانيليا وباكت خميرة. هنا طبعا بنكور الزبدة بعد ما عجناها كويس. الزبدة العجوة بعد ما عجناها كويس بنكورها كده. على فكرة العجوة كانت معايا جامدة، ودي اللي خلاها تبقى باينة في القرصة عجينتها طرية وهشة، وكانت صعبة جدا. كانت بتفرد معايا بصعوبة العجوة في القرصة، فكانت العجوة مش نوعها، ما كانش كويس خالص للأمانة يعني. هنكور بالطريقه دي. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب في القناه، فضلا وليس امرا حبايبي، وانا عارفه ان انتوا ما بتبخلوش عليا، والله كفيتوا ووفيتم. بشكر كل المتابعين اللي دخلوا لي جديد، بشكر كل المتابعين اللي معايا، بشكركم. شكرا على دعمكم ليا. انا عارفه ان انتوا بتدعموني والله كتير باللايك. النهارده الاسبوع ده، قصدي ملخص الاسبوع في القناه كان حلو قوي. بشكركم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. طبعا هنا معايا ابني ومعايا حماتي، قاعدين نعمل كلنا مع بعض كده. بصراحة القرص بتبقى عايزة كام ايد تشتغل فيها لما بتبقى كمية، ساعات بنبقى 3 كيلو او 5 كيلو. طبعا القرصة دي بتبقى الصبح بقى على كوباية شاي كده، يعني ايه، الواحد مبقاش جايله نفس ان هو يقيم من النوم يفطر، فبياخد قرصة مع كوباية شاي. طبعا كنت حابة اتكلم في كلام لأحمد وأمل، جمهورية أحمد وأمل، كلنا عايزين ندعي لأحمد، ربنا يفك يا رب كربه كده هو وشريف وصحابهم يا رب. يا جماعة ما ننساش ان دول شباب، ويعني مستقبلهم بيضيع حاليا دلوقتي. وكمان ما ننساش ان قنوات أحمد وأمل واقفة، ما فيش شغل عليها خالص يعني. ممكن يكون القناة ده مصدر رزق أحمد، احنا عارفين ان أحمد شغل على اليوتيوب. أحمد تعرض للنقد كبير وكتير. احمد ما عملش حاجه عشان كل ده، هو غلط. احمد غلط في المقلب اللي عمله. لكن يا جماعه انا بتكلم في ان احمد اصلا بيتم انتقاده من قبل المقلب. يقعدوا يقولوا له انت قاعد في وسط الحريم، انت بتشتغل في وسط الحريم. هو طبيعه شغل يوتيوبر، في يوتيوبرات كتير يا جماعه، يعني احنا شفنا حبايبي. حمدي ساب شغله هنا في مصر وساب كل حاجه، وبيشتغل حاليا يوتيوبر وقاعد في تركيا يعني. ليه انتوا دايما لما تستنوا اي حد يقع
وتسنوا سكاكينكوا ليه؟ هو احمد عمل ايه؟ احمد يوتيوبر زي كتير من اليوتيوبرات، هو مش اول ولا اخر واحد على فكرة، وهو مش اول واحد يكون يوتيوبر احمد، يعني في ناس كتير قبله. فاحنا ندعيله ربنا يفك كربه يا رب. طبعا شيماء طلعت قالت كلمتين ما كانش لهم لازمة، ورجعت طلعت اسماء صلحت الموقف، ربنا يبارك فيها، واعتذرت طبعا، واعتذرت وشيماء كمان اعتذرت. ولكن شيماء من النوعية اللي هي بتنفعل بسرعة، اللي قلبها أبيض، اللي في قلبها على لسانها، يعني إيه دي ما تخافش منها، مش بني آدمة خبيثة يعني. قريبة جدا، تلاقي يعني دمعتها قريبة. طبعا شفنا ماما فادية قلوبنا اتقطعت عليها، ربنا يصبر قلبها يا رب، ويخرج لها ابنها وشريف واصحابهم كده بالسلامة يا رب، يا رب إن شاء الله يخرجوا بالسلامة. طبعا المقلب ده لو ما كانش عمل بروباجندا جامدة كده وما كانش سمع، ما كانش هيحصل كده. ولكن هو يا احمد ربنا مقدر لاحمد ان، يعني ده ربنا مقدره، ده ربنا كاتبه. يمكن ربنا مبحاش عنهم حاجه وحشه، الله اعلم، الله اعلم، بس اللي بيجي من عند ربنا دايما بيبقى حلو، ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. آم، ممكن المقلب ده يكون احمد عارف الناس اللي حواليه القرايب، وعرف الحلو من الوحش، عرف على منصة اليوتيوب كمان الحلو من الوحش، عرف الصديق من العدو، عرف كل حاجة. يعني ممكن يكون ربنا عمل كده مخصوص عشان كان في ناس حوالي احمد افاقة كدابة، الناس دي تتغربل كده، يبان الصادق او يبان الصالح من الطالح زي ما بيقولون، او الصادق من الكاذب. الحمد لله كل ربنا بيجيبه حلو، احنا ندعيله ربنا يفك كربه هو وشريف وكل اللي معاه، لان دول شباب ومستقبلهم يا جماعه بتدمر. مش عارفه الناس اللي بتفرح في اذى الناس، خصوصا لو الناس دي ما اذتكش. يعني لو بني ادم ده ما اذانيش وما عمليش اي حاجه، يعني ما اذانيش في اي حاجه، انا ليه افرح في اذيته؟ ليه الشماتة دي؟ النهاردة يا جماعة عند أحمد، بكرة عندي، بقى عندي غيري، الدنيا دوارة والأيام بتدور. والنهاردة البيت ده في زعل، البيت التاني في فرح، البيت ده ممكن يبقى فيه زعل. يعني قصدي أقول إن أحمد النهاردة في مشكلة، ممكن أكون أنا نفسي في المشكلة دي، بكرة ممكن يكون غيري وخلافه. الدنيا دوارة وبتدور على الكل يعني. والنهاردة ليك وبكرة عليك، يعني النهاردة ليك بكرة عليك يعني. الناس تتلمس الأعذار لبعضها كده، مش مجرد محد يقع فينا القيل والقال، ونقلب بقى في الدفاتر اللي بقالها مئات السنين بقى، نقل ده انت عملت واهلك عملوا ود وسوات. مفيش حد فينا ملاك، احنا بشر واحنا عايشين على الارض، مش ملايكة عايشين في السماء يا جماعة، كلنا بنغلط، وربنا هو غلط وبتحاسب على الوقت على غلطه، مفيش حد بيتحاسب مكانه، لا امه ولا ابوه ولا اخواته بتحاسبه مكانه، هو بني ادم غلط وهو بيتحاسب على غلطه، ما يبقاش احنا والايام عليه. يعني انتوا متخيلين يعني لما يطلع ويشوف الدنيا خربانه؟ بلاش خوض في الاعراض يا جماعه، يعني بلاش القيل والقال والخوض في الاعراض، هتروحوا فين من ربنا؟ يعني هتروحوا فين؟ انا عايز اعرف الناس اللي قاعده بتخوض في الاعراض دي هتروح فين من ربنا؟ سيبنا من موضوع احمد خالص، انت دلوقتي بتخوض في عرض في عرض وشرفه ليا، صح؟ هتروح فين من ربنا؟ هتروح فين؟ يعني ده ربنا بيقول استتروا، يعني اذا بليتم استتروا، يعني لو في حاجه زي كده الكل طلع يتكلم على مراته وعلى اخواته وعلى امه، يراعوا ان دي ولايه، يعني استوصوا خير كده بيهم، يعني زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا نستوصي خير بالنساء. حتى بنته ما سلمتش، البنت الصغيرة اللي لا تفقه شيء ما سلمتش من ألسنة الناس. احنا أمة فعلا ضحكت الناس من جهلنا، جعلتنا كده بين الشعوب اضحوكة، والله العظيم ضحكتوا خلق ربنا علينا، ضحكتوا اللي أقل وأعلى مننا علينا، مفيش حد أعلى مننا، مفيش غير ربنا. ضحكتوا ناس كتير قوي علينا، عشان ايه؟ عشان ايه؟ معرفش. إيه؟ مفيش كرامة، مفيش اخلاقيات، مفيش اي حاجة، كل حاجة انعدمت، كل حاجة انعدمت. بدأتوا خلوا الاصابع كده تشاور علينا، تقولوا شوفوا يوتيوبرات مصر، شوفوا المصريين بيعملوا ايه في بعض، شوفوا بيقولوا ايه على بعض. حتى لو في حد وقع بينا في فتنة، في حد يعني زمان ايام بقى ما كنا عندنا كده اخلاق وعندنا احترام لبعض، لنفسنا الاول ولبعضنا ولانفسنا كده يعني. كان لما يكون في مصيبة في الشارع او في القرية او في العزبة، الكل بيبقى قلب واحد كده، بيجتمعوا
بيبقوا قلب واحد، كلنا بنخاف على بعض، بنحس ببعض، بيبقى كأن الحزن في كل بيت من بيوت القرية، أو كأن الحزن في كل بيت من بيوت الشارع. يعني هو الحزن في بيت واحد، بس كأنه أنا عندي وعندي جارتي وعنده، مسيطر على الكل زعلان، مش الكل فرحان، مش الكل شمتان زي الأيام دي. في ايه؟ على فكرة الدنيا ما اتغيرتش، احنا اللي اتغيرنا. لسه الشمس بتطلع من مكانها وبتغرب في مكانها، ولسه الشمس بتطلع بالنهار والقمر بيطلع بالليل. والله العظيم الدنيا ما اتغيرت، البني ادمين نفسهم اللي اتغيروا. بقوا بقوا شياطين كده يعني النهارده انا لما نشوف حد بينصح او ما بيقول حاجة تفيدنا، بقينا بنستغرب ده عايش ازاي، ده حاسينه ملك ماشي على الارض. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفروا ربنا كده، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. فبلاش بلاش يا حبايبي نبقى احنا والايام على احمد النهارده في دقيقه ربنا يفك دقته ويفك كربه. آه، امه قلبها موجوع ومحروق على ابنها الوحيد. الاب الابن والبنت، اخواته البنات، يعني موجوع قلبهم، يعني اخوهم. تخيلي لو احمد ده يبقى ابنك او يبقى اخوك وشريف. الناس سايبه بيتها وسايبه شغلها ومحبوسه، واحنا قاعدين. في ناس قاعدة شمتانة وفرحانة في اللي بيحصل لهم، ربنا يفك كربهم يا رب. بلاش يا جماعة، بلاش الأذى، خصوصا لو البني آدم ده ما أذانيش. أنا أفرح في كربه أو في زعله أو في حزنه ليه؟ لا إله إلا أنت سبحانك. ربنا يفك كربك يا أحمد أنت وشريف وأصحابكم، وربنا يفك كرب كل مكروب يا رب، ويطلع كل متضايق من ضيقته يا رب. النهارده حبايبي قلنا بقى ايه، قبل ما اخد القرصتين كده اسويهم في الفرن. عندي السمك، فلفلت شويه رز وعملت سلطه، وقلت عشان لما انزل نتغدى على طول ان شاء الله. فشوي ده السمك، قلنا على بال ما ننزل كده نقوم متغديين على طول. وطبعا انا الصواني القرص فوق هنا وتلاتة، وطبعا انا معايا على الصينيه كمان، كل ما ادخل صينيه واطلعها فاضيه هرجع ارصها من الصينيه اللي عندي. ما ننساش كمان يا جماعة ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مبينا مباركا كده من عند اللهم آمين يا رب العالمين. الناس اتبهدلت اتدمرت، ده اللي بيموت له فرخة يزعل عليها يا جماعة. يعني ربنا يقوي إيمانهم يا رب ويصبرهم. آم، يعجز اللسان عن الكلام في حق الناس دي بصراحة، وعن تقصيرنا احنا كمان في حقهم. بجد قد ايه بيحسسونا بالعجز. لا إله إلا الله، اللهم ربنا معاهم، أحن وأقوى من الكل. وكمان ما ننساش السودان يا جماعة متبهدلة كمان، ودول اخواتنا ومسلمين زينا زيهم والله. ربنا يحقن دماء المسلمين في كل مكان. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب بقى، فضلا وليس امرا اخواتي الغاليين، وانا عارفه ان انتوا ما تبخلوش عليا والله. طبعا ده السمك هنا بقى معايا كبير، فلازم ان انا ادينه كويس عشان ما يبقاش فيه اي دم. شايفين قاعده بقلب شمال ويمين، يمين وشمال، وانا من النوع يا بنات اللي مش بحب السمك يبقى فيه حته بيضه، بحب السمك مش يبقى محروق يعني. بس انا بقرف لو انا شفت السمك ابيض قدامي كده ما اعرفش شكله المشوي خصوصا يعني، فلازم ان انا الدنه في الفرن كما يجب يعني. مش عارفه في حد زيي ولا ايه. طبعا السمك ده انا عامله له فلفل على توم على كمون على ليمون، وبحط على الخلطه بتاعته كده معلقه خل عشان ايه، يعني تقلل شويه من الزفاره. هو كده كده السمك زفر بطبيعته، بس تقلل شويه. احنا هنا مش بنفتح بطنه يا بنات. آه، بن... السمك ده بنشويه ببطنه كده، بتبقى في بطنه ايه سمانه كده، وانتوا شايفين يعني ما شاء الله بيدخن اهو في الفرن والسمانه نازله. انتوا شايفين الفيديو بيشرح نفسه، يعني مش محتاجه ان انا اتكلم. اشوف هنا انا كنت بشوف الخيشوم بتاع السمكه، بشوف فيه دم ولا لقيته نشف الحمد لله، بس انا عايزه اغمق اللون شويه. هو باين ان هو غامق هنا، بس على فكره مش غامق اول حاجه. طبعا دي الخلطه اللي بقول عليها، وفيها كمان عود شبت كده، فلفل على شبت على كمون على معلقه خل على دقه بقى، الدقه اللي هي الملح الناعم اللي فيه كزبره ناعمه وفيه شطه. فبنحط ده كله على بعض، وبعدين بنعصر عليه ليمون. ولو انت حابه بقى تبشري جزره، بس حقيقي ما كانش عندي جزره ابشرها، الجزره بتبقى جميله جدا. تقومي رشاها كده مع الخلطه دي، جزره مبشوره يا بنات. وبحط بقى سمكتين وبرجع.
طبعا معايا كيس ومعايا طبق كده، وبقوم حاطه الطبق تحت والكيس فوق، وبحط سمكتين واقوم حاطه لهم التحديقه بتاعتهم او الدقه، وارجع احط التانيين عكس. يعني شايفين انا بحط الدماغ هنا وارجع احط الديل على الدماغ، يعني بحط كل اتنين عكس بعض، وارجع واحط اعصر ليمون. وبنتي طبعا مع الزباني رايحه جايه، يا بنت بقى اقعدي اسكتي في جنب، مفيش فايده ابدا. كل اللي معاهم بنات حاسين يا جماعه، مش كل اللي معاهم البنات، كل اللي معاهم ولاد صغيرين يعني اشقية كده. طبعا السمكه سخنه على ايدي، والله العظيم السمك سخن ومش عارفه امسكه. شايفين توم اهو، توم وشبت وفلفل وليمون وخل وملح وكمون وكزبره وشطه. طبعا ده بقيه القرص اهي، دي بقيه القرص اللي على الصينيه مكفيه كل قرصتين وشهم لبعض وحطها. وده الصواني اللي على الفرن طبعا هبدأ بيها. ههد الفرن من الجوانب، وكل شويه هقعد ادور بقى في الصينيه شمال ويمين، يمين وشمال، ادور في الصواني. طبعا العجوه باينه، زي عشان قلت لكم العجوه كانت ناشفه وكانت بتفرد يا بنات بصعوبه. طبعا نوع العجوه ما كانش كويس خالص، ما كانش احسن حاجه يعني. لكن لو انت جايبه العجوه اللي هي اللينه كده الحنينه دي، هتلاقيها تفرد معاكي في القرصه ومش هتبان خالص، فناخد بالنا. مع ان هي اما استوت يعني تخت كده، والحمد لله ما كانتش باينه قوي يعني، ولا كانت محروقه من تحت، وزي ما انتوا هتشوفوها يا حبايبي معايا في الفيديو. شايفين اللون، شايفين الجمال. امال لو دقتوا الطعم معايا بقى بألف هنا على قلوبنا على قلوبكم. انا هنا بقى كنت عايزه اقول لكم ان انا موطيه الفرن زي ما انتوا شايفين كده، تحس ان مفيش نار في الفرن اساسا. فانا موطيه الفرن عشان عايزه القرصه تبقى القرصه كده حمصه معايا وبتفقش كده في البق، مش تبقى عجين كده بتبقى مجرد ما تحطها تعجن في البق او تليس في بقك كده. لا، انا بحب القرصه تبقى ناشفه معايا كده حمصه، تحسي ان انت بتاكلي حاجه تدوب في بقك كده وتبقى خفيفه وهشه. شايفين بقى بنات الارضيه وارضيه القرصه وتسويه القرصه، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى في الفرن عليه 5، بكون معليه من تحت، لان انا حاطه صينيه تخينه وبلطت الفرن معايا كمان، فانا معليه من تحت. لكن الجوانب زي الفران اللي هي بتبقى في المخبز كده، لازم الجوانب تبقى هاديه شويه، وكل شويه تدوري في الصينيه عشان ما تتحرقش من جنب، والجنب التاني يبقى ابيض. هنا مجرد مش عارفه الكاميرا انا ما جبتهاش ليه كنت انا جايبه الكاميرا على القرص تحت. هنا اهي العجوه ما كانتش احسن حاجه معايا زي ما انا بقول، لان كانت العجوه بتبقى مجنبه كده في القرصه، لان كانت صعبه. بس عايزه اقول لكم بعد ما استوت العجوه كانت ما كانتش ناشفه في القرصه، كانت حلوه والحمد لله يعني. شايفين انا مجرد ما جنب بحمر بجيبه الناحيه دي، وبودي اللي هو الجنب اللي محمرش ناحيه النار. هنا بقى برص من على الصينيه اللي تحت الصواني كده واحده بواحده كده وارص. خلي بالي لان الصينيه سخنه، انا لسه منزلها الوقت في الطشت تحت اللي في القرص، فخلي بالي ان الصينيه سخنه، فبكون كوني حذره شويه بقول ماسكاها. طبعا بنعملها الاولاد بيفرحوا بها، او الاولاد بيبقوا عايزين ياكلوا اي حاجه كده، واحنا مش عارفه احنا بقينا في الشتاء ولا ايه. بس لا، بس والله العظيم الصيف الواحد مش بياكل في الصيف، بتبقى نفسه مقفوله، خصوصا لما يكون قايم من النوم الصبح، فقرصه مع كوبايه شاي بتفتح نفسه كده. هي لسه ما حطيتش اللايك، حط اللايك فضلا وليس امرا. كنا زمان القرص دي بتتعمل على طول، روتينات الخبيز، روتينات الزمن بقى الجميل، الزمن اللي فات، زمن النينة والخالة والعمة، ايام ما كنا كله بيحب بعضه وكله قلبه على بعضه، واللي في البيت ده يبقى في البيت ده. لكن النهاردة ربنا يكفينا شر النفوس، شر النفوس، ربنا يكفينا شر النفوس النفوس المريضة. هنا خلاص شايفين بقى انا اختصرت كتير من الفيديو بقى، ما هو انا مش هقعد معاكم طول النهار نعمل قرص يعني، شيلت كتير من الفيديو. شايفين بقى انا جبت كام صينيه وحطيتها يعني شايفين هو الطشت معايا او الطبق اللي تحت ده ما كانش فيه الا صينيه، اتحط فيه كام صينيه غير اللي في الفرن غير اللي فوق الفرن.
فما شاء الله اللي هم ال3 كيلو عملوا معايا كمية محترمة جدا. طبعا دي كرتونة بقى بحطها في الكرتونة كده. لو عندك صفيحة بتاع السمنة ماشي، لكن انا ما عنديش صفيحة، فحطيت كيس في الكرتونة وبعدين رصيت القرص فيه كده. بتبقى يعني كأنك لسه، يعني كل ما تجيبي وتقفلي الكيس كأنك لسه خبزاها. ولو كرتون، ولو صفيحة بتاعت سمنة بقى وتحط فيها برضو كيس، بتبقى جميلة جدا زي ما كنا زمان بنعمل البسكويت بتاع العيد ونحطه في صفايح السمنة، فاكرين زمان؟ وكانت الصباحيات بتاعت العروسة تروح بصفائح البسكوت في صفايح السمنة. بقى تبقى استبدلناها بكراتين. ما تنسونيش في اللايك والشير فضلا وليس امرا، كومنت حلو زيكم ما تحرمش منكم، عارفه ان انتم مش مقصرين معايا، احلى اخوات في الدنيا. اشوفكم في فيديو جديد. عايزه اعرف رايكم في الفيديو بكل صراحه. اظن النهارده انا تعبت في الفيديو، المفروض يعني تحفزوني بكومنت يا بنات كده، يا بنات ويا ستات، انتوا بتبقوا عارفين التعب ده. هنا بقى حبايبي شايفين انا برصها كده، والله العظيم انا اللي برصها برصها بتبقى معايا اول قرصه زي اخر قرصه، الاولى زي الاخيره، وكأنها لسه مخبوزة. طبعا انا لو حطيتها في كرتونة، انتوا ناسيين ان هي فيها سمنة وزيت، فهتلاقيها السمنة والزيت رشحت في الكرتون، لكن الكيس بيعزل وبتبقى جميلة جدا وبيحافظ عليها، بيحفظها يا جماعة. اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسونيش يا بنات بكومنت حلو ولايك حلو زيكم. يلا في رعاية الله. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين وفي السودان، وتدعوا وتقولوا اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب في القناة فضلا وليس امرا. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى اخوات في الدنيا، باي.